السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. فالسعودية تتقاسم المركز الثاني في المجموعة مع الأرجنتين 3 نقاط لكل منهما، بعد فوز الأخضر على رفاق ميسي من 2-1 وفوز هؤلاء على المكسيك من 2-0. وستواجه كتيبة الفرنسي هرفي رونان منتخب المكسيك صاحب النقطة الوحيد في الجولة الثالث، فيما يواجه الأرجنتين بولندا المتصدرة مؤقتا ب4 نقاط. ويمكن المنتخب السعودي التأهل مباشرا إلى الدور المقبل ومن دون أي حسابات في حال الفوز على المكسيك، وهذا في جميع حالات المباراة الثاني فوز الأرجنتين فوز بولندا أو تعادلهما. بل من شأن الفوز على المكسيك أن يمنح المركز الأول في المجموعة للسعوديين في حال تعادل الأرجنتين مع بولندا أو فوز الأرجنتين مع الاحتكام إلى فارق الأهداف، كما تسمح نتيجة تعادل مع المكسيك للأخضر المرور مباشرة إلى ثمن النهائي، لكن في حالة واحد وهي فوز بولندا على الأرجنتين. لكن الخسارة أمام المكسيك في الجولة الثالث ستضع حدا لمغامرة رفاق محمد إبراهيم كنو في مونديال قطر.